إذا لم تقام الدولة الفلسطينية ويعترف بها وتنزل قوات دولية لحماية المواطنين العزل من هذا الصلف الصهيوني، فنحن نؤكد مرة أخرى لا بد من فتح الحدود مع الكيان الإسرائيلي. من أي الطرق؟ من كل دولة عربية يوجد لها حدود مع إسرائيل. أنت تعلم أن الدول الأساسية التي وقعت اتفاقات الآن مع إسرائيل وهي مصر والأردن تنص هذه الاتفاقات على حماية أمن إسرائيل من قبل حدود هذه الدول، معنى ذلك إلغاء اتفاقية كامب ديفيد ووادي عربة؟ أنا أفهم من الاتفاقية أنها فعلا في قيود علينا أو على هذه الدول، لكن إحنا نقول لا فتح حدود لتحريك الآلية العسكرية، ولكن لتزويد المواطن الفلسطيني بالسلاح للدفاع عن النفس. وأكرر للدفاع عن النفس. أنا لن أدعو إلى حرب رغم أنه شوه ما قلته في تلفزيون أبو ظبي وبشكل متعمد. أنا لن أدعو إلى حرب ولست من داعة الحرب، وأنا عارف أبعاد الحرب، وبلدي هذا الوطن العربي الذي يقع جنوب الجزيرة يخوض حرب منذ أكثر من 38 سنة، حروب داخلية ومؤامرات داخلية على الثورة وعلى الوحدة، ومع ذلك نحن نعرف ما هو ثمن الحرب. يعني معنى جهلة عن ما هي تبعات الحرب. نحن نعرف ما هي تبعات الحرب. يعني أنت لم تغير تصريحاتك كما على الإطلاق نشرت وسائل على الإعلام؟ الإطلاق. وأدعو الأمة العربية مواطنين وحكاما ومأمورين ومسؤولين إلى تزويد الشعب العربي الفلسطيني بالمال وليس الإدانة والشجن والسلاح ليدافع عن نفسه، حقوق مشروعة وطبيعية، لأنه هذا الشعب يدافع عن نفسه. أنت على مستوى دولتك الآن؟ أنا على استعداد، نعم، على تزويد إذا فتحت لنا مجال للحدود مع إسرائيل على تزويدهم بالمقاتلين وبالمال وبالسلاح. مقاتلين من الجيش اليمني يقاتلوا من الشعب اليمني. يعني هذا يعني إعلان الحرب، لأنك الآن خرجت من إطار دعوة الفلسطينيين للدفاع عن أنفسهم إلى تشجيع اليمنيين على القتال إلى تشجيع المواطن العربي والإسلامي للدفاع عن المقدسات وللدفاع عن المقدسات الذي يدنسها الصلف الصهيوني. يعني كم هي غيرة وكم هي حسرة في قلب كل عربي ومسلم عندما رأينا إيلي شارون بأقدامه يدوس الأراضي المقدسة. المفروض هذا يجب أن تعلن فيها حرب، مش نفتح الحدود ونرسل المقاتلين ونرسل المال إلى الشعب الفلسطيني ليدافع عن نفسه. هذا أقل ما يمكن. سيادة الرئيس، هناك انتقادات كثيرة وجهت إلى هذه الدعوة التي تدعوها الآن والتي تصر عليها وتؤكدها. نعم. لا سيما من الجانب المصري، واعتبر هذا فرقعة إعلامية ومزايدة، لأن الوضع العربي الراهن لا يحتمل مثل هذه الدعوات. أنا أولا لا أرد على من يتهمني أو من يتكلم، سواء كان إعلامي أو زعيم، أو أنا أعبأ بنفسي أن أتكلم في هذا الجانب، لأن هذا هو ما يريده الكيان الصهيوني، أن يدخل العرب في مهاترات إعلامية وفي صراع معركة إعلامية ليبعدنا عن ما يقوم به في الأراضي العربية المحتلة من صلف وحرب إبادة لأطفال ونساء وشيوخ وحصار أيضا محاصر للشعب العربي الفلسطيني. يعني أي سلام؟ يتكلموا عن السلام، من الذي يتكلم عن السلام؟ أي سلام؟ السلام للجميع. السلام مش الآن احنا نشكل طوق أمني لحماية النظام الإسرائيلي. الاتفاقات هي التي وضعت العرب في هذا الإطار. طيب إذا كان لكل زمان دولة ورجال، لكل زمان وقتها. هل زمان أنور السادات. هل العرب الآن في وضع يستطيعوا في أن يواجهوا إسرائيل وهم لم يستطيعوا؟ نعم مثل ما واجهت يعني حزب الله في جنوب لبنان، واجه الكيان الصهيوني على مدار 25 عام. ما هي المقومات التي تملكونها الآن كدول عربية وأنت زعيم عربي لمقاومة إسرائيل؟ نملك كل شيء، نحن نملك، عندنا إمكانيات، أنا عندي ثروة وهو الرجال. أنا أستطيع أرسل مقاتلين، وأرسلهم مزودين بأسلحتهم، مش بالمئات، بالآلاف، وذلك دفاعا عن المقدسات وإعانة للشعب العربي الفلسطيني. ولا فيما معنى العروبة وما هو الإسلام؟ أصبحت كلها مصطلحات، الواقع العربي الآن كما يقولون لا يتحمل. هذا مش صحيح. يعني الإسرائيليين زرعوا الخوف في قلوبنا
وجعلوا منها بعبع كبير جدا. أنا لا أعتقد ذلك. إسرائيل بشر مثل البشر، عندهم مفاعل نووي، صح، حيقوم يضربوا الأمة العربية بدون المفاعل النووي. طيب ليش ما ضربوا جنوب لبنان؟ ليش ما ضربوا حزب الله؟ طيب حزب الله ليش أخرجوا من جنوب لبنان؟ حزب الله يعني مجموعة بسيطة جدا. احنا عندنا مقاتلين في الأراضي العربية المحتلة، الشعب الفلسطيني ادي له مال، ادي له سلاح، هو مستعد الآن، مش بحاجة لمقاتلين. هل تعتقد أن إسرائيل في هذا الوضع الآن تعتبر في وضع ضعيف ويستطيع العرب نعم أن يحققوا؟ مهزومة إسرائيل، وهي هذا الصلف هو يدل على الهزيمة، مش أنها منتصرة. كذب عندما يقول يهود باراك أنه مش عارفين أنه إسرائيل ما تقهر، ما تقهر، قهرت في جنوب لبنان والآن مقهورة بشورة الحجارة، مقهورة.